ازيكم عاملين ايه؟ معاكم محمد علي كي ان اكس توتر. انا كنت جاي النهارده اتكلم معاكم على كل الناس اللي بتعمل سيرش عن الكي ان اكس وعايز تعرف ايه هو مجال الكي ان اكس اصلا. الناس دايما بتعمل سيرش على الكي ان اكس، بتلاقي الهيستوري بتاعت الكي ان اكس وازاي الكي ان اكس ابتدى حياته وازاي الكي ان اكس بنشتغل فيه وازاي بنعمل ديزاين وازاي بتبرمج وكل الاجهزه والجهاز ده افضل من الجهاز ده وكل الكلام ده. لكن في ناس بتدور هو اصلا ليه احنا بنستخدم الكي ان اكس وما بنستخدمش بقيه البروتوكولات الثانيه؟ ليه الكي ان اكس مميز ورائد في مجال السمارت هوم والسمارت بيلدينج عن بقيه البروتوكولز الثانيه؟ ليه البراندات الكبيره بترشح الكي ان اكس عن بقيه البروتوكولات الثانيه في السمارت هوم والسمارت بيلدينج؟ لو عايز تعرف كل المعلومات دي تابع الفيديو للاخر وهتعرف كل حاجه ان شاء الله. رجعنا لكم تاني علشان نشرح لكم ايه هي مميزات الكي ان اكس وليه الكي ان اكس يفضل اكتر عن بقيه البروتوكولز الثانيه في السمارت بيلدينج والسمارت هوم والسمارت سينجز عموما. اول حاجه هنتكلم عليها هي ان الكي ان اكس اصلا مصمم خصيصا علشان السمارت بيلدينج او السمارت هوم، بمعنى ان كل الاجهزه وكل الديفايسز وكل البوش بوتونز والكيبادز وكل الحاجات اللي بتستخدم في الكي ان اكس مصممه ان هي تشتغل في السمارت سينجز، في السمارت بيلدينج، في السمارت هوم ديزاين، كديزاين، كشكل، كتركيب، كانستليشن، ككل حاجه. فلذلك الكي ان اكس غير البروتوكولات الثانيه. البروتوكولات الثانيه بتشتغل فيه حاجات ثانيه مختلفه، زي الباك نت مثلا بيشتغل في الاتش باك وبيشتغل في مجال الميكانيكال شويه، لكن الكي ان اكس بيشتغل في مجال السمارت فقط لا. تاني حاجه ان الكي ان اكس مصمم خصيصا ان هو يبقى سهل في تركيباته بالنسبه للسمارت بيلدينج او السمارت هومز. يعني هتلاقي ان الديفايسز موجوده، ان دين ريل سهله تتركب في اللوح. في حاجات ثانيه ان الديفايسز بتاعته هتلاقي منها جميع الانواع اللي تقدر تستخدمها في الفيلل، في الشقق، في المباني. يعني لو كاكزامبل مثلا ناخده ان الموشن سنسور في منه فلاش ماونتد، في منه وول ماونتد، في منه سيلينج ماونتد، في منه انواع كتير قوي، ولسه في مجالات ثانيه وهم بيفكروا ازاي نلاقي كل التركيبات والانستليشن اللي نقدر نستخدمها في مجال السمارت بيلدينج مع التطور التكنولوجي اللي احنا بنشوفه قدام. فالكي مصمم خصيصا ان هو يشتغل في الجزئيه دي بغض النظر عن بقيه البروتوكولز الثانيه. كل الاجهزه اللي بتشتغل في الجزئيه دي الكي ان اكس اكتر بروتوكول شغال فيها. حاجه ثانيه هنقدر نتكلم عليها ان الكي ان اكس الاجهزه بتاعت الكي ان اكس بتعدي بتست لاب من طرف كي ان اكس اسوسيشن علشان تبقى مهيئه ان هي تطلع بصوره كويسه وبشكل كويس، وان هي تبقى كهاردوير كويسه ايا كان المانيفاكتشر بتاعها بيصنع فين، مجاله ايه، تكون خارجه باسلوب صح وسليم وتعدي بالتست لاب اللي بترشحه الكي ان اكس اسوسيشن لكل المانيفاكتشرز عشان تعدي بيه وتاخد السيرتيفايد برودكت، ان هو يبقى سيرتيفايد برودكت. وده مش موجود في اي بروتوكول تاني. لكن مفيش ديفايس على مستوى العالم يقدر ان هو يشتغل كي ان اكس غير لما ياخد السيرتيفيكيشن بتاعت الكي ان اكس ويعدي على التست لاب بتاعته. حاجه ثانيه ان احنا عندنا برنامج واحد، الاي تي اس، في الكي ان اكس هو الوحيد اللي بيستخدم للديزاين وللبرمجه ولكل شيء في الكي ان اكس. مفيش كذا برنامج بستخدمه علشان احقق منه الهدف الاخير اللي انا عايزه. هو برنامج واحد بتتبرمجه بتلاقي نفسك عملت كل حاجه في الديزاين، كل حاجه اشتغلت فيها في الكي ان اكس هتلاقيها خلاص موجوده قدامك. لكن بقيه البروتوكولز الثانيه لا، ساعات بيبقى فيه انتجريشنز، ساعات بيبقى فيه الكي ان اكس فيه برضه انتجريشنز، بس الكي ان اكس بيحاول على قد ما يقدر يقلل الانتجريشنز الا في حاله الاي او تي فقط، او ان هو محتاج يسبورت حاجه مش مدعمه في الكي ان اكس فقط. حاجه ثانيه مهمه ان الكي ان اكس ديفايسز بتصنع من حوالي 600 او 500 مانيفاكتشر موجوده حوالين العالم، بمعنى ان انت كل الاجهزه بتبرمج ببرنامج واحد، باي تي اس واحد. بمعنى تاني ان انا ما عنديش مانيفاكتشر مسيطره على الاجهزه بتاعتها. احنا عندنا سيستم انتجريتورز موجودين على مستوى العالم في كل دوله. هو انت ممكن تروح لاي سيستم انتجريتور تقول له انا عندي مشكله في الكي ان اكس، في الاجهزه الكي ان اكس بتاعتي، في الفيلا بتاعتي، في بيتي، في السمارت بيلدينج بتاعي. هو بيجي بيقدر يعمل لك الديزاين بتاعها، بيقدر يبرمجها لك، بيقدر يشتغل لك عليها، بيقدر يعمل لك كل حاجه من الحاجات دي. مش لازم ترجع للمانيفاكتشرز اللي صنعت الاجهزه دي علشان تشتغل عليها. فعندك حاجه تانية ان في مالتيبل ميديا باس موجودين في الكي ان اكس، بمعنى ان احنا عندنا كابلات او نقدر نقول ميديا بتستخدم ما بين الترانسفير الداتا ما بين ديفايس وديفايس، او كيباد وكيباد، او ايا كان الجهاز اللي هتستخدمه في الكي ان اكس مختلفه. عندنا تويستد بير، عندنا اي بي، كان في زمان حاجه اسمها باور لاين، وفي حاليا الار اف اللي هو الوايرلس سوليوشن بتاع الكي ان اكس.
وممكن نتكلم بعدين عن الار اف بتاع الكي ان اكس، وهو ليه الكي ان اكس استخدمت الار اف اصلا كوايرلس سوليوشن ليها، هنتكلم عليها في حلقه ثانيه ان شاء الله. لكن احنا عندنا يعني variable media bus ممكن نستخدمها في الكي ان اكس. فانت لو انت مؤسس الفيلا بتاعتك او مؤسس البيلدينج بتاعك على تويستد بير كي ان اكس، تقدر تستخدم عادي في نفس البيلدينج في نفس المكان الاي بي، وتستخدمه في مكان تاني. بمعنى انا عندي بيلدينج هنا وعندي بيلدينج هنا وعايز اربط الاثنين ما بين بعض، ممكن احط هنا تويستد بير جوه البيلدينج ده وهنا تويستد بير، بس هربط الاثنين بعض اي بي. عندك استخدامات كتير قوي، دي مش موجوده برضو في معظم، مش في كل، في معظم البروتوكولات او في كميه من البروتوكولات مش موجود فيها الاوبشن ده، وده موجود في الكي ان اكس. في ناس بتتكلم كتير عن الكي ان اكس ان هو فاينانشال وايز غالي، والكوست بتاع الديفايس بتاعته غاليه، وليه استخدم البروتوكول ده؟ هو اصلا غالي، انا ممكن استخدم حاجات اقل من كده في السعر يبقى افضل. بس احنا في حاجات لازم تبقى كونسيدر عندك علشان تقدر تستخدم بيها الكي ان اكس، او هتستخدم بيها بروتوكول تاني. طيب ايه الفرق؟ ليه استخدم الكي ان اكس وليه استخدم البروتوكول ده؟ امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ امتى استخدم الكي ان اكس وامتى استخدم البروتوكول التاني؟ لما الكي ان اكس اشوف الفانكشنز اللي محتاجها مني الكلاينت. يعني الكلاينت عايز مني اتش فاك، عايز مني شاتر، عايز مني لايتنج، عايز مني حاجات كتير قوي. لو انا استخدمت الاجهزه التانيه اللي هي ارخص، العدد بتاعها هيبقى كتير فهتبقى غاليه. لكن لو استخدمت الكي ان اكس ممكن باجهزه صغيره بسيطه جدا. يعني لو متابعين عندنا في البيج بتاعتنا في الصفحات بتاعتنا في كل حاجه هتلاقوا كل يوم بتنزل ديفايسز تقدر توفر لك كتير قوي في الاستخدام. في ديفايس عندنا بتشتغل لايتنج، بتشتغل شاتر مع بعض. لكن في بقيه الاجهزه الثانيه او في بقيه السوليوشنز الثانيه اللي بتقدمها الشركات الاخرى مش موجوده الاوبشن ده. فلو انت هتشتغل عند كلاينت مجرد ان هو هيستخدم زرار ينور بيه اضاءه معينه، فعادي يبقى استخدامك للجزء بتاع الاجهزه الاخرى او البرودكت الثاني اسهل بكتير قوي واوفر ككوست. لكن لو في كلاينت عندك عايز فانكشنز كتير، عايز اتش باك، عايز لايتنج، عايز شوتر، عايز حاجات زي دي، لا، فالسوليوشن بتاع الكي ان اكس هيبقى اوفر كفاينانشال، بلس ان هو هيديك انرجي سيف اكتر، بلس ان هو هيفيد العميل اكتر. لو سمارت بيلدينج او بيلدينج كبير بتستخدمه، ما اعتقدش ان السوليوشن بتاع الاجهزه الثانيه او المانيفاكتشرز الثانيه هيبقى افضل في الحل. لا بالعكس، استخدامك للكي ان اكس هيبقى حل افضل. ففي شويه حاجات لازم تكونسيدر او تاخدها في دماغك امتى استخدم الكي ان اكس وامتى استخدم الاجهزه الثانيه. بس ده مش معناه ان انت ما تفهمش الكي ان اكس او ما تشتغلش على الكي ان اكس. لو انت مش شغال في مشاريع كبيره، لو انت مش شغال في حاجات بيستخدمها العملاء الكتير، يعني مش كل العملاء بتوعك او العملاء اللي انت بتشتغل معاهم بيعملوا فانكشنز كتير، لا لازم تبقى فاهم الكي ان اكس، علشان في وقت من الاوقات هيجي عميل عندك هتضطر ان انت تستخدم الكي ان اكس، هتضطر ان انت تحتاجه وهتلاقيه هو السوليوشن الافضل عندك، وده اكيد. فلازم تفهم كي ان اكس، لازم تتعلم كي ان اكس، لازم تعرف يعني ايه كي ان اكس. وحاليا احنا عرفنا ليه الكي ان اكس هو الرائد في مجاله. اكتر مجال انت محتاج تعرفه او محتاج تفهمه، حتى لو انت ما بتشتغلش بحاجه بتستخدم كفانكشنز اكتر، يعني لو كل الكلاينت بتوعك او كل الكلاينت اللي انت بتشتغل معاهم قليلين في العدد وقليلين في الفانكشنز اللي بيستخدموها، ممكن يجي عليك كلاينت يبقى محتاج ان هو يشتغل في فانكشنز اكتر، يعني عنده المكان اكبر، عنده في حاجات كتير قوي احنا لسه ما اتكلمناش عليها، هنتكلم عليها برضو في حلقه ثانيه. لازم تبقى كونسيدر ليها، لازم تبقى عارفها علشان تقدر تقول انا فعلا انا لازم استخدم هنا كي ان اكس. لازم نبقى عارفين كل الكلام ده، لازم نبقى عارفين امتى استخدم كي ان اكس، امتى ما استخدمش كي ان اكس، امتى الكي ان اكس هو السوليوشن الافضل ليا. كل ده لازم نبقى عارفينه. وكده اعتقد انتوا عرفتوا ايه الفرق ما بين الكي ان اكس وبين البروتوكولات الثانيه، وليه هو كبروتوكول هو الرائد في مجاله. لو في اي اسئله، في اي حاجه عايزين تعرفوها، البيج بتاعتنا والصفحه بتاعتنا هتبقى موجوده، وهحط لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو، كلينكد ان وكفيسبوك وكواتساب برضو عاملين عليه في جروب حاطينه، نقدر نتابع ونسال بعض اسئله عن الكي ان اكس اللي احنا محتاجينها.